يا مساء الفل، يا مساء الورد، يا مساء الخيرات الجميلة على وش الحبايب. متابعيني حبايبي، ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ايه رأيكم في القرص بتاعتي الجميلة دي؟ اقسم بالله ريحتها يا ولاد كانت طالعه ما شاء الله على الريحه. ريحه ما شاء الله عليها. والله العظيم جت غفله كده، ما كنتش ناويه اساسا ان انا اعمل لا قرص ولا حاجه خالص. طلعت في دماغي كده. رحت قايمه عاملاهم قبل السحور، يعني بساعه كده. شوفوا البتاعة مش عاجبها حاجة. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واخباركم خير وكله تمام. شوفوا العجينة بقى، انا بوريكم العجينة. والله العظيم ما خدت في ايديا حاجة خالص، وطلعت ما شاء الله، وكانت قرفتها ما شاء الله. بصوا يا جماعة، العجينة طرية وزي الفل، ازاي مهلبية كده. عاملين ايه يا حبايب متابعين ام حنين؟ اخباركم ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب اسمع عنكم كل خير يا حبايبي. ويا جماعة، اللي محتاج أي أسئلة، اللي محتاج أي استفسار عن أي حاجة تخص المحتوى بتاعي، أنا ما بتأخرش عن حد. ادخلوا واسألوني اللي انتوا عايزينه كله، أنا تحت أمركم. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كل اللي يقصدني في أي حاجة خير له هيلاقيني إن شاء الله بإذن الله. ربنا كده يوعدنا دايما نكونوا فتحة خير على الكل. ربنا يوعدنا دايما إن احنا ان انا افضل دايما كده يا رب فاتحه صدري وروحي وكل اللي متابعيني حبايبي داخل مصر وبره مصر يا حبايبي. بصوا بقول لكم هعمل لكم قرصتين كده زي الفل. تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من يوميات ام حنين، عشان المشاهدات واقعه خالص يا جماعه. انا نفسي بجد، انا نفسي القناه ديت اكبرها، بس مش هتكبر غير بدعمكم معايا. يا ريت يا ريت اللي يتفرج على القناة بتاعتي او يتفرج على الفيديوهات يكملها يا جماعة للآخر، علشان خاطر بجد المشاهدات مش حلوة خالص. فانا بطلب من حبايبي اخواتي داخل مصر وبره مصر يا جماعة، اللي يتفرج على الفيديوهات بتاعتي يا ريت يا ريت يكملها للآخر. يا ريت تدعموني، يا ريت تشيرولي القنوات الفيديوهات بتاعتي عشان القناة تكبر. صدقوني انا محتاجة للقناة دي تكبر جدا جدا جدا. فانا عارفة ان حبايبي واخواتي مش هيتأخروا عني في حاجة. نخش بقى على الفيديو بتاعنا اللي مدلعنا ده. ماشي. انا بقرص بقى. انا سبتها يا جماعه، انا عجنت العجينه. طب عجنت العجينه ازاي يا ام حنين؟ انا عملت كيلو ونص دقيق، عليها معلقه خميره كبيره، تمام. وكان عندي شويه لبن رايب في التلاجة، انا خدتهم يعني قيمه كوبايتين لبن رايب، تمام. فحطيت حبة الخميرة على شوية الملح على الدقيق وقلبتهم كويس. وبعد كده يا حبايبي رحت جايبة اللبن الرايب حطيته على العجينة على الدقيق بتاعي، وجبت كوباية مية دافية مش سخنة، مية دافية يعني زي دمع العين كده يا جماعة. حطيتهم عليه ورحت عجنة الدقيق بتاعي كله على بعضه كده، رحت عجناه. ورحت مسيحة معلقتين سمنة عليهم ربع كوباية زيت، وسيحتهم دفتهم برضه لحد السمنة بتاعتي ما فكت. ورحت واخداهم وحطاهم على الدقيق بتاعي. المهم ان اللبن اللي انت حطيتيه ما يكونش كتير، على قد عجينته. خلي العجينة بتاعتك ناشفة شوية عشان لما تحطي السمنة بتاعتك ما تطرش العجينة جامدة. احنا عايزين العجينة تبقى يابسة، ما تبقاش يا جماعة طرية، عشان لما نسيبوها نبططوها ونسيبوها تخمر ما تتراش معانا وما نعرفوش نشيلوها من مكانها. ماشي يا حبايبي لحد كده تمام. ونصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وخش على التقيل تاني يا ام حنين. بصوا بقى، انا سبتها تريح بعد ما عجنتها ولتتها كويس لحد ما لقيت العجينه بقت حلوه معايا. مسكتها حطيتها في كيسه علشان الكيسه تسخنها، الجو لسه ساقعه فعشان ما تغيبش معايا. انا حطيتها في الكيسه وسبتها قيمه نص ساعه كده تخمر معايا. وبعد كده يا جماعه رحت شايلاها اهوت من الكيسه زي ما انتم شايفين، وبقرصها
حتت يعني. بص التقريصه دي حسب ما انت عايزه البكومه قد ايه، عايزاها كبيره عايزاها صغيره. فانا بصراحه عشان انجز يعني ايه اعمل اخلص على طول، انا كنت ايه مخليها وسط كده علشان ما ايه ما تبقاش القرصه صغننه وتفرط معايا. زي ما انتوا عارفين ان انا قلت لكم عاملاها قبل السحور بساعه، فانا قلت اعملهم سخنين كده نسحروا بيهم بصراحه. ايه يعني ما كانش كمان عندي عيش وكده، فقلت ايه يعني ده اللي شجعني اللي انا قمت ايه اعمله. ماشي يا حبايب قلبي. بس واديني بقرصهم اهو. هقرص شويه قدامي وهغطيهم بحته، وهشيل بقيه العجينه. هبطط في الشويه اللي قدامي. بصوا التقريصه يا جماعه، بصوا العامله دي، بص شوفي العامله دي. ماشي يا حبايبي. بس كده فاديني بقرص العجينه اهو، وهسيبها بقى قدامكم اهو هتشوفوني ايه. هسيبها ما فيش تريح يعني. انا هاخد اللي انا قرصته الاول. ماشي. هاخد اللي انا قرصته الاول وهبدأ ان انا ابطط فيه. وانا حاطه صينيه فريحه على الكرسي، فريحه بس هي مش باينه. فهحط وايه وجايبه حتتين معايا علشان املى الصينيه، واحط رق من الحتت ديت انا عاملاها مخصوصه يا جماعه للعجين، ما بعملش بها اي حاجه. وحتت العجين انا ما بغسلهاش بالاومو عشان ما تلقطش ريحه. حتت العجين دي بتبقى نظيفه، هي مكان الايدام مكان دقيق كده. دي نصيحة برضو من اختكم لاخواتها. انا يا جماعة الحتت دي انا بغسلها بمية، بس بشطفها بمية في الغسالة كده وبنشرها، بتبقى زي الفل وبتبقى نضيفة زي الفل. لما بغسلهاش بأومو ليه بقى؟ عشان ما تعملش ريحة معايا. الأومو يسيب أثر في الحتة تعمل ريحة، اجي اعمل بها العجين وكده تعوز يلقط منها ريحة. ماشي يا حبايبي. اديني بقى ايه بعجن كده بقى ايه القرصة قدامكم اهوت يا حبايبي. العجينة جميلة معايا ما شاء الله، ماشية زي الفل في ايديا ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين اهو، ما خدوش والله ما خدوش في ايديا ساعة. الحمد لله الحمد لله. احمد ربنا وافضل شكره وافضل واتشكر ربي يعني الحمد لله. بصوا كانوا عيالي عمالين ماما انت مش هتلحقي، ماما احنا مش هنسحره ماما. قلت لهم مالكمش دعوة، انا هعمل انا عارفه بعمل ايه. شوفوا بقى شوفوا التدويره، وشوفوا بقول لكم العجينه طالعه في ايديا زي الملبل كده. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والله يا جماعه برضه انا بفكر ان انا اعمل حكاية القرص والقراقيش، يعني قرص وقراقيش ورقاق. بفكر ان انا اعمل الموضوع ده مشروع لحد القناة بس ما تكبر وتشتغل وكده، ان ايه لزيادة الدخل. فقولوا لي ايه رأيكم، يعني قولوا لي ايه رأيكم ان انا ممكن اعمل المشروع ده هيمشي معايا وكده. انا بفكر اعمله بصراحة، يبقى زيادة للدخل ليا لحد القناة ما تشتغل وتكبر. لان القناة ما فيش انا لحد دلوقتي أنا لسه ما قبضتش منها حاجة خالص، والدخل فيها بسيط جدا يعني مش عارفة. فانتوا عارفين بقى غلو الحاجة وزيادة الاسعار وكده. شوفوا دي قطاعة، انا لقيت التقريصة ديت كبيرة، فايه قلت شوفوا يا جماعة بقى دي الصينية اهي و... والقرص والبكومة قدامكم مدورة ما شاء الله عليها، والعجينة تحفة معايا. ماشي. بس يا جماعة فانا قلت إيه يعني حاجة تزود الدخل بقى، لان بصراحة الاسعار غالية وكل حاجة بتزيد والواحد محتاج ان هو يزود الدخل علشان خاطر البيت والمصاريف وكده. فانا كنت عايزة اعمل الموضوع ده مشروع ليا. فيا ريت انتوا اللي يسمع يعني اللي يشوف الفيديو ينصحني. انت ايه رأيكم؟ هل هو يمشي دلوقتي شغال دلوقتي ولا لا؟ يا ريت يكتبوا، يا ريت يعني حبايبي واخواتي يقولوا لي ايه رأيهم، ويبعتوا لي في الكومنتات وفي التعليقات ويقولوا لي، وانا هاخد برأي الأغلبية اذا كان موجب او سالب يعني. ماشي يا حبايبي. واديني قاعده في الارض بصوا قاعده عيالي عمالين يقولوا لسه يا ماما، اقول لهم لسه لسه يا ماما لسه. كنا حوالي الساعه 2:30 بالليل. بس والله العظيم بعد فعلا بعد تعب فرحة، لانه طلعوا جمال وطلع ريحتهم تحفة ما شاء الله عليهم. الحمد لله الحمد لله. تعبت بس الحمد لله يعني ربنا جبرني بالقرصتين دولت يا جماعة، لان كان طعمهم حلو وانا كنت مبسوطه منهم بصراحه ان ما شاء الله طالعين زي الفل. بصوا كانت بنتي قاعده تقول لي ايه انا كنت هنكت ازاي، كنت قاعده مش قادره. شوفوا بقى يا جماعه، شوفوا بقى الحلاوه والطعام ولا الريحه بقى اللي طالعه. يا خرابي على الريحه. وكنت عاملاهم في فرن البوتاجاز كمان.
ان شاء الله ان شاء الله يعني انا عندي فرن غاز، بس ايه كنت حطاه على السطح، فانا ايه هنزله تحت في المحل، في الدكان عندي مخزن هنزله فيه، وهبدأ بقى ان انا ايه اعمل بقى الحاجات ديت في الفرن كده، واقول لكم بقى الاعمال، وتشوفوا بقى تشوفوا بقى اعمال ام حنين يا جماعه. فان شاء الله يعني ايه انا خليت احمد ابني ينزل الفرن في المخزن تحت، وهنبداوا ايه اعمل فيه شغل. بس يا ريت يا جماعه اللي يسمع الفيديو يقول لي ايه رايكم، انا باخد رايكم ابدا المشروع ده ولا لا. فيا ريت يعني ايه تقولوا لي يعني. ماشي يا حبايبي، واديني قاعده طول انتظار الفرن ده، فرن البوتاجاز علني عبال ما خلصت الشوية اللي انا عملتهم. بس بصراحة كان فيهم بركة ما شاء الله عليهم، والله الحمد لله طلعوا زي الفل وجبروا بخاطري يعني. وانا برضو مش هعمل حاجة وحشة يا جماعة. فرحوني كده وابعتولي في الكومنتات وقولوا لي ايه رأيكم، شجعوني والنبي. شوفوا 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 الحلاوة، شوفوا الجمال يا جماعة، شوفوا الحلاوة وشوفوا لون القرص بقى طالعة طرية بطريقة يا جماعة زي الفل. انا عمالة يا جماعة يا جماعة يا جماعة معلش بقى. ماشي يا حبايبي، فانا حبيت ان انا حبيت ان انا اوريكم، وانا قمت عملتهم والله وحبيت، بس انا كنت قاعده نايمه واقول لكم اتفضلوا معايا وشوفوا ايه رايكم بقى في قرص ام حنين. ده انا هبضع لكم بعد كده بقى، وهتشوفوا هخليكم تطلبوا مني، وهبعت لكم كل واحده تطلب مني هبعت لها لحد البيت. لو عجبكم الحاجه متنسوش